في فرق ما بين الهيلينج والكوتشنج. الهيلينج انه عارفه المرحله اللي انا فيها لسه بعيط ولسه زعلان، انا لسه مثلا خارج من علاقه توكسيك وانا لسه في مرحله الفقد. الشخص في الحاله دي بيبقى ايه؟ بيبقى لسه منهار، لسه بيعيط. انا ابتديت استوعب وانا لسه بقى زعلان، ايه ده ماما عملت كذا، يعني لسه عماله ارمي اللوم على الناس، لسه ما اتحملتش مسؤوليه حياتي. دي مرحله الهيلينج. احنا بنعمل فيها ايه؟ احنا بنحرر فيها مشاعر كتير عشان الشخص يعرف يتحرك. نغير بقى مفاهيم ومعتقدات ونحرر مشاعر عشان يعرف يتحرك. الكوتشنج مختلف. الكوتشنج ان انا بسالك، فانا عشان اعرف اسالك وانتي اللي بتجاوبي محتاجه اصلا تبقي ستيبل، محتاجه تبقي نفسيا هاديه كويسه مش بتعيطي، واحنا بقى مع بعض نفهم بقى ايه الفاليوز بتاعتك، نفهم ايه المعتقدات الموجوده، الستبس اللي محتاجه تاخديها عشان تتغيري تفهمي. بس في الكوتشنج مزعجه شويه، يعني فيها شويه تحدي. اسالك سؤال وبترجعي لي بمعرفش، فاقول لك طب لو عارفه هتردي تقولي ايه؟ انا ما بجاوبلكيش في الكوتشنج. لكن في الهيلينج لا، انا ممكن اساعدك، اديكي نصيحه تطلعي بالريزلت اللي انت شايفه ان هي مناسبه لحياتك.